بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أهلا بيك. أنت دلوقتي مش داخل كورس تربية سمك، أنت داخل برنامج استثماري كامل هياخدك خطوة خطوة من أول قرار تدخل المشروع ولا لأ لحد قرار هتخرج من المشروع ولا لأ، وإزاي تخرج وأنت كسبان بجد. الكورس ده مش معمول للناس اللي عايز تسمع كلام يريحها ولا للناس اللي عايزة وصفة سريعة للمكسب. الكورس ده معمول للي عايز يفهم اللعبة قبل ما يلعبها ويمسك فلوسه بإيده، مش يسيبها للتجربة. حابب أوضح نقطة: أنا مش جاي لك هنا عشان أعلمك تربي سمك وبس، أنا جاي لك هنا عشان أغير طريقة تفكيرك كمستثمر في صناعة السمك. لأن الحقيقة اللي محدش بيحب يقولها هي إن مش كل اللي بيربي بيكسب، لكن كل اللي بيفهم استثمار هو اللي بيكمل. الكورس ده مبني على نظام بسيط جدا ومتقسم لخطوات واضحة. أول خطوة فيه قبل ما تدخل المشروع هنكسر الوهم وهنبني القرار الصح. بعد كده مرحلة أثناء ما المشروع شغال هنمسك فيها الأساس الفني والضبط المالي وإزاي تقدر تدير القرارات بشكل صح. بعد كده مرحلة بعد ما المشروع هينجح هتتعلم معايا امتى تبيع وامتى تكبر وامتى تخرج وانت كسبان مش مكسوب. الكورس ده يا جماعه مش نظري، هنا مفيش تعريفات حفظ ولا كلام كتب، هنا في سيناريوهات حقيقيه واخطاء ممكن تقتل المشروع، وقرارات ناس بتدفع ثمنها فلوس كتير جدا، وحالات ناس كسبت وناس خسرت. حابب اقول حاجه بصراحه قبل البدايه: الكورس ده مش مناسب لكل الناس، مش مناسب للي عايز مكسب سريع او مش مستعد يسمع انه ممكن يخسر، للناس اللي بتخاف من الارقام او اللي بتهرب من اي قرار صعب. انما مناسب جدا للي عايز يعمل مشروع يعيش ويكمل، واللي عنده استعداد يتحمل مسؤوليه قراره وعايز يحول السمك من مجرد هوايه لاصل بيولد فلوس. انت من اللحظه دي مش طالب عندي، انت شريك في رحله قرار، وانا دوري هنا ان احط لك الطريق زي ما هو، فيه مكسب وفيه خساره، فيه ضغط وفيه نجاح، بس ما فيش تجميل ولا وعود على الفاضي. عايزك تبدا معايا الكورس بعقل فاضي من كل المعلومات اللي تعرفها قبل كده، عقل فاضي من الاوهام، وسيبني اقول لك على اللي السوق الحقيقي مش بيقوله لك. هنبدا الكورس باخطر واهم حاجه وهي كسر الاوهام. ليه 90% من مشاريع الاستزراع السمكي بتفلس؟ دلوقتي انت بعد ما فهمت انت داخل على ايه، خلينا بقى مع بعض كده بالراحه نكسر اخطر الاوهام اللي موجوده في المجال، لانك لو دخلت مشروع السمك باوهام السوق هيكسرك من غير انذار. انا عايزك تسال نفسك سؤال مهم جدا: انت داخل المشروع استزراع سمكي عشان تكسب ولا عشان تتعلم بالطريقه الغلط؟ في فرق كبير قوي ما بين واحد داخل بعقل مستثمر وواحد داخل بعقل حالم او داخل باحلام ورديه. السمك مش مشروع سهل، واللي قالها غير كده يا اما جاهل يا اما مستفيد من خسارته. اللي انا هعلمه لك في المحاضره دي اهم بكتير من المشروع نفسه، هي ازاي لما تيجي تدخل المشروع ما تدخلش بعين واحده. هنكسر مع بعض الاوهام قبل ما الاوهام دي تكسرك. لو انت داخل تسمع كلام يريحك ويقول لك السمك فلوس سهله والمشروع مربح ومفيش خساره، اقفل وما تكملش. انما لو عايز تسمع الحقيقه حتى لو هتتوجع كمل معايا للاخر. اول وهم عندنا ان السمك ما بيخسرش، واللي صدق الجمله دي السوق علمه الحقيقه لكن بالاصرار. اي مشروع اصله كائن حي بيتنفس وبيمرض وبيموت، ده طبيعي، يبقى مشروع مش مضمون. اللي داخل المشروع وهو حاطط في دماغه انه مستحيل يخسر هو غالبا ده اللي بيخسر، لكن اللي داخل وعارف انه داخل على مشروع انتاج حيواني يحتمل الربح ويحتمل الخساره وبيرتب نفسه من الاول انه يتلافى الخساره، هو ده اللي بيكسب وهو ده اللي المشروع بيديله. تاني وهم معانا في السوق ان اي ارض بتنفع. اكبر نسبه افلاس في مشاريع السمك سببها ارض غلط بتمتص الميه او صرفها تعبان او ملوحتها ما تنفعش للسمك او انها بعيده عن السوق بشكل بيخلي ان التاجر صعب يجي لك وبيقلل لك الربحيه. ويجي المستثمر يقول لي ما هي رخيصه. طب ما هي رخيصه، بس احب اقول لك ان الارض الرخيصه دي في الصراع السمكي ممكن تكون اغلى بكتير او اغلى ارض هتجيبها في حياتك. ليه؟ لان ارض رخيصه اكيد لها اسباب تخليها رخيصه، ممكن صرفها مش مناسب، ممكن مصدر الري بتاعها مش مناسب، ممكن المكان نفسه فيه مشاكل كتير مع الجيران او مع الدوله بشكل ما، فلازم تكون واخد بالك كويس قوي ان الارض دي رخيصه. فهي رخيصه ليه؟ الوهم الثالث واللي دمر ناس كتير اللي هو زود الكثافه تعوض، وده غالبا بلاحظه حتى في الفيديوهات اللي انا بعملها. اكبر نسب مشاهدات بتكون في الكثافات او في الموضوعات اللي بنتكلم فيها عن استزراع السمك المكثف. الناس مش واخده بالها انك هتزود سمك فهتضطر تزود علف، فهتضطر تزود اكسجين او استهلاك الاكسجين هيزيد عندك في الحوض، وده هيعمل ضغط على الحوض وممكن ده يسبب عندك بعض الامراض. ليه؟ لان حصل اجهاد بيئي، فهيجي لك امراض فهيحصل نفوق، فبالتالي المشروع بتاعك يا اما هيخسر يا اما هتقل ربحيته.
مش شرط إنه فوق يخسر المشروع، ممكن يكون إنه فوق بنسب معينة تقلل الربحية. مش باتكلم هنا في خسارة ومكسب، أنا باتكلم إزاي توصل لأعلى ربحية. لازم تبقى فاهم لو أنت هتزود في الكثافة إن في تفاصيل كتير لازم تاخد بالك منها. الموضوع مش حط سمك زيادة وخلاص، أو اشتغل مكثف وهجيب آلات تهوية. لازم معدلات التغذية ومعدلات تغيير المية ومعدلات التهوية في الحوض وحاجات كتير، والمتابعة الفنية تكون بشكل مكثف أكتر. كل ما هتزود الكثافة كل ما هتحتاج عناية بشكل أكتر. فلازم تاخد بالك من النقطة دي كويس. الكثافة مش لعبة، الكثافة مش انك تحط سمك وخلاص. الوهم اللي بعد كده ان السوق دايما طالب. لو فاكر ان السوق ما بيقعش، احب افكرك ان ناس كتير باعت عربياتها وبيوتها بسبب بس السوق بيطلع فجأة وبيقع فجأة وبيتشبع فجأة، واللي بيبني مشروعه على أعلى سعر وأحسن موسم غالبا هو ده اللي بيبني إفلاسه بنفسه. الوهم اللي بعد كده هو يعتبر وهم نفسي أكتر من إنه وهم في المشروع، وهي إن أول دورة لازم تكسب عندي. لا، أول دورة غالبا بتتعلم، بتغلط، بتصلح. انما اللي داخل على اول دوره وهو ضامن الربح ده اللي بيستعجل وبيضغط وبيعك الدنيا. في نقطه هنا برضو حابب انوه عنها. في مبدا كده الناس ماشيه بيه وهو مبدا التوفير. المبدا ده اكتر مبدا بيضر المشاريع، اللي هو ممكن مثلا عشان يوفر استشاره، او عشان يوفر يقول لك اوفر في العلف فاجيب نوع علف ارخص، او يوفر يقول لك ده الزريعه دي ارخص من جنيه فاجيب زريعه رخيصه، او يوفر في اي حاجه. ده بيعمل له تدمير للمشروع بالكامل. انا هنا لما بقول لك بتتعلم وبتغلط والكلام ده لما بتكون ماشي بتغلط. لكن لو انت ماشي وفي حد بيرشدك، في حد بيواجهك تجيب الزريعه منين، في حد بيواجهك تجيب العلف منين، في حد بيتابع معاك طول الدوره بشكل فني، هو ده اللي هيخليك تنجح. الموضوع بسيط. انت لو بتبني بيت هجيب مهندس، لو تعبت بتروح لدكتور. ابسط حاجه لو تلاجتك في البيت عطلت هل بتجرب بنفسك؟ لو جربت بنفسك يبقى هتخسر. لكن لما بيجيب حد فني ليها هو ده اللي بيخليها تشتغل تاني. فعشان تبقى فاهم، زي ما بندفع مئات الالوف في علاف وزريعه وفي لازم تكون واخد بالك ان لازم حد يكون معاك من الاول، منتور كده يوجهك هتعمل ايه في المشروع من اول يوم لحد اخر يوم. على الاقل يحط لك دراسه جدوى وخطه تشغيل للمشروع قبل ما تفكر تبدا فيه، وتشوف هل المشروع ده مناسب ليك ولا لا. خليني اقول لك الحقيقه زي ما هي. الاستزراع السمكي مش مشروع ارباح، ده مشروع احتمالات. احتمال تكسب واحتمال تعادل واحتمال تخسر. وظيفتك كمستثمر مش انك تضمن المكسب، وظيفتك انك تدير الخساره بحيث ما تقتلكش. اللي داخل المشروع ده وهو حالم بيسال هكسب كام، انما المستثمر بيقول هخسر كام لو اسوأ سيناريو حصل. الحالم يا جماعه بيشوف فرص بس، لكن المستثمر بيشوف فرص وبيشوف بيشوف تفاصيل كتير في المشروع، ما بيدخلش بعين واحده. دلوقتي بقى انا مش هسالك على ارض ولا على فلوس، انا هسالك عنك انت. هل اعصابك تنفع تخليك مستثمر ولا المشروع ده هيكسرها؟ خليك معايا بقى قبل ما تاخد اي خطوه، لان في مشاريع كتير ممتازه جدا بس مش مناسبه لبعض الناس. خليك صريح مع نفسك لان هنا مفيش شهود، الشاهد الوحيد هو خسارتك او ربحك بعد كده. خليني اقول لك الحقيقه من غير لف ولا دوران، مش كل اللي معاه فلوس ينفع يخش مشروع عادل المخاطره، ومش كل اللي فاهم فني بينجح كمستثمر. في فرق كبير ما بين واحد شاطر في التربيه وواحد قادر نفسيا انه يشيل خساره وقرار وضغط وسوق غدار. اخطر حاجه هنا واخطر وهم عندك اللي يقول لك ايه طالما انا فاهم فني يبقى هنجح مالي. الحقيقه بقى ان المعرفه بتقلل النفوق، انما الاعصاب هي اللي بتحدد انت هتكمل ولا هتنهار. انا عايزك دلوقتي تعمل معايا اختبار مش في الورق، الاختبار ده في عقلك وفي اعصابك. كل سؤال هقوله جاوب عليه بمنتهى الصدق بينك وبين نفسك. اول سؤال عندي، لو خسرت 25% من راس مالك في اول دوره هتعمل ايه؟ هتكمل بهدوء ولا هتدخل في حاله لازم اعوض خسارتي باي طريقه؟ لان اللي بيحاول يعوض بسرعه غالبا بيعوض خساره بخساره اكبر. تاني سؤال، هل انت تقدر تقعد 8 شهور من غير ما المشروع يدخل لك ولا جنيه؟ لو مرتبك او بيتك او التزاماتك معتمدين على المشروع من اول دوره، احب اقول لك انك داخل ضغط هيتعبك جدا، فبلاش. السؤال اللي بعد كده، هل تقدر تمشي على خطه حتى لو السوق اغراك، ولا اول ما تسمع السعر ولا هتسيب كل حساباتك وتجري؟ الاستثمار ما بيكافئش الاذكياء لكن بيكافئ الناس المنضبطه واللي فاهمه كويس. لو حد في الفريق الفني قال لك انت غلطان بتسمعه ولا بتعتبره اقل منك؟ لان اخطر مستثمر في السوق هو اللي ما بيسمعش غير صوته. السؤال الخامس، تقدر تبيع مشروع خسران حتى لو تعبت فيه، ولا هتقول انا مش بسيب حاجه تقع وتكمل ضخ فلوس في بير ملوش قرار؟ العناد في الخساره اسمه افلاس مؤجل. انا عايزك دلوقتي تسال نفسك بصراحه كم سؤال جاوبت فيه غلط. لو اكتر من 2 يبقى انت مش فاشل، انت محتاج اما شريك يكملك او نموذج استثمار اقل مخاطره من كده شويه. الاستزراع السمكي مش لعبه شجاعه، الاستزراع السمكي لعبه صبر وارقام وضغط وقرارات مش دايما لطيفه. مش كل الناس بتقدر تواجه ده. في فرق بين واحد بيحب المشروع وواحد مستعد انه يتحمل ثمنه.
اغلب الناس بتحب، لكن القليل قوي هو اللي بيتحمل. لو انت لسه حاسس انك قادر تتحمل الضغط والخساره والتاجيل، يبقى انت كده بدات تدخل منطقه المستثمرين بجد. انما لو حسيت بقى ان الكلام ده تقيل ومش على مزاجك، صدقني انت كده بتنقذ نفسك من الاول. لو طلعت من الاختبار اللي فات ده ولسه ناوي تدخل، يبقى لازم بقى نعمل اهم حاجه في الاستثمار كله، نرسم خطه دخول وخطه خروج، لان اللي بيدخل من غير خطه خروج غالبا السوق هو اللي بيخرجه غصبا عنه. احنا من شويه اختبرنا اعصابك، لكن دلوقتي بقى انا هختبر عقلك، لان اخطر سؤال في الاستثمار كله مش هكسب كام، اخطر سؤال داخل ليه وهطلع امتى. واللي ما بيعرفش يجاوب على السؤالين دول غالبا السوق هو اللي بيجاوب عليه بطريقه غلط. خليني اقول لك الحقيقه زي ما هي، الدخول سهل، انما الخروج هو اللي ذكي. بس اي حد معاه فلوس يقدر يدخل، انما اللي يعرف يطلع في الوقت الصح هو ناس قليله جدا. السوق في الاف اللي دخلوا، انما قليل جدا اللي دخل وهو عارف هو داخل ليه بجد، ودخولك لازم يكون له سبب واضح. هديك دلوقتي 3 اسباب ما لهمش رابع، وانت شوف انت داخل ليه. النوع الاول اللي داخل عشان دخل تشغيلي. يعني ايه؟ يعني مشروع يعيشه، يجيب له مصاريفه او يثبت دخله. النوع ده محتاج استقرار ومخاطره قليله جدا، ولازم البيع يكون بيع متوازن، وما ينفعش يبقى طماع في النص. الخطر الوحيد انه بيتعلق بالمشروع وما يعرفش يبيعه حتى لو الارقام قال تخرج من المشروع. النوع الثاني اللي داخل عشان يبني اصل او يبيعه بعد 3 أو 5 سنين، ده طبعا لو بيعمل استزراع سمكي مكثف. ده بقى مستثمر تقيل محتاج نظام اداري وارقام نظيفه، ولازم يكون ليه سمعه واستقرار. اخطر نوع هنا اللي بيتاخر في الخروج ويضيع على نفسه اعلى سعر. النوع الثالث اللي داخل عشان ضربه توسع سريعه، ده داخل بيقول لك هجرب بس بعد كده ايه، اكبر بسرعه، عاوز يكبر بسرعه ويكسب بسرعه ويخرج بسرعه. النوع ده محتاج اعصاب حديد وسيوله ضخمه جدا وخبره عاليه. خطره ان السوق يعكس معاه في ثانيه، فبدل ما يطلع بيقع في سقوط حر. لو انت دخلت وانت مش عارف هل عايز دخل ولا اصل للبيع ولا ضرب توسع، يبقى دخلت من غير بوصله، والسوق هو اللي هيحدد مصيرك بدل عنك. دلوقتي بقى نخش على السؤال اللي الناس كتير بتهرب منه، امتى هتطلع؟ مش لما تحب، لما الارقام تقول اطلع. اول نوع انا شايفه خروج ذكي، انك تحدد قبل ما تبدا رقم ربح واضح، اول ما هتوصل له هتطبق الخروج من غير ما تفوض نفسك، ولنقل 30%، 50%، 100% على حسب وضعك. انما اللي يستنى الاحساس غالبا الاحساس بيستنى وهو بيخسر. تاني نوع خروج ذكي انك تخرج عند نسبه خساره معينه، ستوب لوس، يعني سالب 20، سالب 25، سالب 30 على حسب انت ومقدرتك. لازم تخرج فورا مهما كانت اعصابك. اللي مش بيحط حد للخساره غالبا بيخسر كل اللي معاه. ثالث نوع خروج عندنا ان قواعد اللعبه نفسها تتغير، ان السوق يتشبع، ان التكلفه تضرب، ان التشريعات تتغير. طب هي قواعد اللعبه دي ممكن تتغير؟ ممكن تتغير. طب ازاي؟ تعالوا كده نرجع لسنتين فاتوا، لما كان العلف عامل 18000 جنيه ومره واحده رفع لسعر 20 ثم 25 ثم 36، كل ده في ظرف كام شهر. طب التكلفه رفعت جدا. طب ماشي، دلوقتي التكلفه باظت، او ايه ده؟ اول مشكله ان قواعد اللعبه تتغير، ان التكلفه نفسها تضرب. ان مره واحده بدل ما كنت بدفع 18000 جنيه في طن العلف، لقيت نفسي بقيت بدفع 36000 جنيه. طب ايه اللي حصل وقتها؟ اللي حصل وقتها للاسف يعني، بس ما كانش في قطاع السمك، كان في قطاع الدواجن، ان مصر استوردت دواجن من استراليا. طب ماشي، حلو وخير وكل حاجه. طب ايه المشكله؟ المشكله ان مع ان التكلفه ضربه السوق اتشبع، ودي حاجه نادره ما بتحصل، بس دي كانت حاجه غريبه حتى في السوق. ايه اللي حصل وقتها لقطاع الدواجن؟ 60% من قطاع الدواجن قفل. ليه؟ وانا ما بقاش انتجت الكيلو في ارض ب 60 جنيه وانت تجيب لي او الاقي في السوق عندي لحمه، او سواء بقى كانت لحمه بيضاء او حمراء، يعني انا بتكلم عن الفراخ دلوقتي، اللحمه البيضاء، والاقي عندي فراخ في السوق اصلا بتتباع ب 50 جنيه، انا انتجتها ب 60، انا كده هخسر وهتدمر. ان السوق يتشبع مع ان التكلفه تضرب، ده بيدمر المستثمر تدمير كامل. طب التشريعات تتغير؟ هو التشريعات بتتغير؟ التشريعات بتتغير. تعالوا نبص على العراق دلوقتي. صدر قرار من حوالي شهرين كده ان اي حد عنده مزرعه استزراع سمكي شبه مكثف لازم يحولها في خلال 6 شهور لمزرعه استزراع سمكي مكثف مغلق بنظام الريس سيستم، وان اي حد مش هيعمل كده هيتم عمل ازاله للمزرعه بتاعته. طب ليه؟ لان الموارد المائيه بدات تقل في الدوله، فلازم الدوله نفسها تبدا تحل الموضوع ده. ففي حاجات طب دي حاجات كبيره ما بتحصلش على طول، بس لازم تكون فاهم ان خروجك لازم يكون معتمد على قرار. السوق اتشبع، التكلفه تضرب، التشريعات تتغير، هنا الخروج ما بيكونش انت هربان، هنا الخروج بيكون قرار ذكي مش فشل. اكبر غلطتين بيكسروا اي مستثمر جملتين: خليه شويه كمان، او انا تعبت من المشروع ده. السوق لا بيعترف لا بتعبك ولا بذكرياتك، السوق بيعترف بالارقام بس. انا عايزك تكتب الكلمتين دول وتعلقهم كده قدام عينك: ادخل بخطه واخرج بقانون، ما تدخلش بعاطفه وتخرج وانت مضغوط. الفرق بين المستثمر السليم والمستثمر المكسور مش في الدخول، الفرق في الخروج. اللي يعرف يخرج في الوقت الصح عمره ما بيطلع من اللعبه دي مفلس. دلوقتي انت دخلت بعقل،
وعرفت تخرج امتى. نخش بقى على الواقع، ازاي تبني مشروع يعيش فنيا ويكمل ماليا وما يتحرقش بقرارات غلط.